بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اهلا وسهلا بيكم. انا النهارده جاي لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو متنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن مكرونه في الفرن بطريقه حلوه جدا، طريقه سهله وبسيطه، مش مكلف خالص، ما خدش مني وقت. عايزين تعرفوا بقى انا عملت الطاجن الجميل دوت ازاي؟ تابعوا الفيديو بتاعي. بس قبل ما نبدا الفيديو كده نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بقى نخش على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب معانا كده طاسه يا جماعه، دي فيها شويه سمنه وشويه زيت، وهجيب كده بصلايه انا عاملاها في الكبه اهيت، وابدا ان انا اضيفها عليها كده. احنا هنشوحها بس مش هنحمرها ولا اي حاجه خالص، هنديها بس تشويحه خفيفه كده بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي بقى كده البصل بدأ ان هو يتعصج معايا شويه، انا مش هحمره ولا اي حاجه، انا هعصجه بس تعصيجه خفيفه، وابدا انزل عليه كده بكم فص ثوم مهروسين. دلوقتي احنا هنعملها بالمكرونه دي. طاجن المكرونه اللي احنا هنعمله ده هنعمله بطريقه حلوه جدا، مش هياخد منك وقت، وصفه سهله وبسيطه وهتحبيها جدا. بس ما تنسوش بقى يا جماعه كده اللايك والاشتراك في القناه والكومنت الحلو عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى دايما يا رب كده ان كل وصفاتي تعجبكم باذن الله واكون عند حسن ظنكم. بصوا حبايب قلبي بقى كده انا حطيت الثوم وحطيت البصل اتشوح شويه، بعد كده حطيت له كام فص ثوم اللي حطيتهم، وهنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عباره عن ايه بقى؟ عن ده كمون، وده توم باودر، ممكن لو مش موجود ما تحطوش، بس انا عندي موجود وانا اللي عاملاه كمان فريحته حلوه جدا بستخدمه. يبقى كمون وتوم باودر وشطه وفلفل، ودي بهارات اللي هي 7 بهارات من العطار جاهزه على بعضها، ودوت ملح. تمام كده تمام. فكده هضيف البهارات بتاعتي اهي كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بالبهارات بتاعتي. هعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ هجيب بقى كده قرن فلفل اخضر كده حلو واروح حطاه. الحله اللي عندي دي، الحله دي انا حاطه فيها المكرونه بتتسلق. متنسوش يا جماعه بقى الاشتراك في القناه واللايك. مش قادره اقول لكم بقى تحميصه البهارات دي يا جماعه، لما بتحطوا البهارات كده وبتحمصوها بتفرق مع الحاجه قد ايه، بتطلعها بجد تحفه. بصوا مجرد اكتر من كده، وهنزل بالطماطم بتاعتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش يا جماعه بقى كده صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، لان دايما كده وانا بحب بعمل الاكل احب دايما كده اسمي بسم الله واذكر الرسول عليه الصلاه والسلام. الحاجه كده بتطلع جميله وبيبقى فيها بركه. دلوقتي كده اهي اقلبها معايا كده اهو كده. دخلت كده ثواني دي بس شويه ميه صغيرين هنا كده، بس دول كده هنا شويه ميه بس. اسيب بقى الكلام ده كله يسبك مع بعضه، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نقلبها كده بس تقليبه عشان الحاجات كلها تخش في بعضها. مش قادره اقول لكم يا جماعه ريحتها حلوه قوي ازاي، بجد ريحتها حلوه قوي. دلوقتي دول بقى شويه خل، انا مش هكتر خل، انا دايما ما بحبش استخدم الخل كتير، يا دوبك هو يديني الطعم، مش عايزه اكتر من كده. بس اسيب بقى كل الكلام ده كده يسبك في قلب بعضه لغايه عندي المكرونه بتاعتي ما تتسلق. انا بسلق المكرونه اهي برده قدامكم، المكرونه اهي بتتسلق. احنا عارفين طبعا سليق المكرونه كلنا، يعني مش هقول لكم سليق المكرونه، بس اسيبها تسبك بقى ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا حبايبي سبكت معايا وبقت تحفه ازاي، والمكرونه اتسلقت. هوريكم بقى بعد كده احنا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هجيب الصلصه بتاعتي اللي سبكت دي كده، احط شويه في الطاجن كده من تحت زي ما انتم شايفين كده، مش هكترش، هما شويه صغيرين. وبعد كده هجيب المكرونه بتاعتي. ممكن لو انت حابه تحطي مكرونه تحطي لحمه مفرومه مع المكرونه، تمام مش هيأثر يعني في حاجه. هبدا انزل بالمكرونه بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الطاجن بتاعي ده ما شاء الله بياخد كيلو، ده كيلو مكرونه. تمام. ابدا انزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده اهي، وابدا كده انزل بالصلصه على وشها بس. شكرا كده نزلت بالصلصه بتاعتي كلها كده 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 اهي. بصوا بقى يا جماعه يطلع طاجن وهم وحكايه، بجد يطلع حلو قوي قوي، هيعجبكم وهيعجب ولادكم ان شاء الله.
دلوقتي بقى انزل بالجبنه بتاعتي دي كده اهي، بعد كده ندخله الفرن ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. هو كده بالنسبه لي كده تمام، انا هدخله الفرن بس، هو كل حاجه مستويه فيه، هو مش هيكمل معايا في الفرن ربع ساعه على فكره. تمام كده الجبنه بتاعتي اهي، والطاجن بتاعي انا قفلته تمام التمام، هبدا ادخله الفرن كده يا حبايبي. بقى الطاجن بتاعي بعد ما طلع من الفرن انا حطيته ما كملش معايا 10 دقايق. اهم حاجه ما تخلوش الجبنه تحمر، هي لان كل حاجه فيه مستويه، الصلصه مسبكه بتاعته، المكرونه مستويه، فمش هياخد وقت معايا، يا دوبك الجبنه بس ساحت، ما تخلوهاش تحمر معاكم عشان الجبنه الموتزاريلا ما بتحمرش. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم عايزه لايكات كتير كتير كتير، عايزاكم تشتركوا في القناه، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.